الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان بطبعه عرضة للخطأ والنسيان والزلل. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قد فعلت. أحيانا يأكل الصائم أو يشرب وهو في نهار رمضان ناسيا أنه صائم. هذا الأمر بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمه، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه، والمتفق عليه هو أعلى درجات الصحة. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. بالتالي فمن أكل أو شرب ناسيا يعلم فيما بينه وبين ربه أنه ناس وأنه غير متعمد، فعليه أن يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.